السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وإن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو الجديد. جبت لكم حلوة بعجين واحد، ولكن شكلين مختلفين والطريقة سهلة وبجوج ديال المذاقات. كتجي معتبرة. يلا اختي ما تعكزيش، راها سهلة دغيا كتصايبيها كتكوريها وتحطيها بهذه الطريقة. هذه الشكل راه ساهل منه ما كاين. بقاي معايا حتى الاخير. ما تنسيش اختي لايك واشتركي معايا في القناه الى عجبك محتوى قناه فاتيلونا. كنقول لك مرحبا بك ومرحبا بالناس اللي انضموا جداد والناس اللي كاينين معايا من قبل. كل وحده فيكم الله يجازيها بالخير. وهنا عندي ربعه ديال الزبده اللي تكون بحراره الغرفه وشويه الملح وكاس، كاس تاع العنبه ديال السكر سنيده. وعندي بشور، قشور حامضه. وغادي ضروري نبقى معكم مزيان مزيان البنات حتى تذوب هذيك الزبده مع السكر والحامض. ما عندكمش الحامض مثلا تقدروا ديروا ساشيه ديال الفاني ولا الفاني السائله ولا قشور البرتقال اللي يعجبكم باش تنسموا وتحيدوا هاد الريحه ديال البيض وديال الزبده. ضفت جوج ديال البيضات كما واضح معايا معكم في الفيديو، وغادي نمعكها مزيان مزيان حتى تولي على هذا الشكل هذا بوماد. وهنا عندي نصف كاس ديال العنبه ديال الزيت كما كتشوفوا راه باين. ما غاديش نكثروا الزيت لان عندنا رابعه ديال الزبده، حيت كتجينا هي هذيك ما كتجي دهنيه بزاف، ما كتجي رائعه، جات غزاله الصراحه وكتحضر بسرعه، يعني ما طلبش لك وقت كثير. هنا عندي البرتقال او قنفيتير ديال البرتقال. عصرت برتقالات جوج، صفيتهم، درت معلقه تاع السكر كبيره، وضفت معلقه صغيره ديال المايزينا اللي هو نشا الذره، وخليتهم حتى طابوا مزيان مزيان وكيجينا على شكل الكونفيتير. يعني ما تكثروش المايزينا باش ما تختارش بزاف. صافي كتجي هي هذيك الكونفيتير. كيساعدنا الا عندكم الكونفيتير ديال المشماش تقدروا تضيفوه. هنا البنات درت جوج د المعالق كبار عامرين ديال الكوك، وعندي جهد ديال 7 غرام حتى ل 8 غرام ديال الخميره الكيماويه، لان هذيك الساشيه عندي فيها 16 غرام وكنت مستعملها من قبل، لهذا بقى لي غير نصف ضفتو دابا. نتوما ضيفوا ساشيه ديال 7 غرام ولا 8 غرام. صافي خلطتها مع الكوك كيجي فيها واحد البنه رائعه الاخوات. وفوق هذا الشيء الكوك ملي كتضيفوا ديك المعلقه ولا جوج كتجي الحلوه من الداخل ناشفه، يعني ما كتبقاش دهنيه بزاف. انا بديت نضيف الدقيق، عبرت 650. تقدروا نتوما ديروا قل او كتر على حسب حتى النوعيه وعلى حسب حتى الزبده اللي عندكم. كاينه اللي مدسمه بزاف يعني كامله الدسم، وكاينه اللي عندها الدسم ناقص. لهذا البنات تقدر الزبده دغيا دغيا تنشف معاكم مع الدقيق، وتقدر تبقى تضيفي الدقيق حتى تجمعيها. المهم انا كنضيف هكا، يعني ما نقدرش نعطيكم شحال مثلا من كاس ولا. انا عبرت 650 غرام وضفتها كامله، ما بقات لي حتى شي حاجه في الطبق ديالي. لهذا عينكم ميزانكم، ها نتوما غادي تشوفوا الحلوه كيفاش خصها تكون. اكيد راه الحلوه بزاف كاينه في مواقع التواصل، وكل وحده واللمسه ديالها. نتمنى تعجبكم طريقتي، جات زوينه، جات رائعه وجات هشيشه ما تشبعوش منها. انا شويه درت فيه الكونفيتير تاع الليمون او البرتقال، وشويه درت فيه الشوكولات لان ولادي كيبغيو الشوكولات الصراحه. العجين كما كتشوفوا معايا ما خصوش يلتصق كما كتشوفوا، يعني كيجي بهذا الشكل هذا. لهذا تقدروا ديروا 600 غرام حتى 650 580 مثلا، على حسب النوعيه ديال الدقيق والنوعيه ديال الزبده اللي ضفتو. صافي هنا غادي ندوز باش نكورها كما غادي تشوفوا معايا واضح في الفيديو. عندي اللوز اللي طحنته بقشورو، بغيتو ديروا الكاوكاو ديروه. وعندي بياض بيضتين اللي فاش غادي نفند الحليوه ديالنا. كنديرها هكا على الشكل الجهد اللي بغيتو نتوما تكبروها تصغروها، اللي كان الحجم اللي درت انا راه جا هو هذاك الصراحه. ما جات كبيره ما جات صغيره، الحلوه جات في الحجم ديالها اللي خصو يكون.
غادي نفندها في البيض وفي اللوز. نتوما لكم الاختيار فاش ما بغيتو تفندوها. بحال ما موجودش عندكم المكسرات لوز ولا كاوكاو سمحوا لي، تقدروا تفندوها في الكوك كامله كما درت انا، تخلطوه مع الشوكولاط وتفندوه، راه كيجي شكله رائع الصراحه. وراكم شفتوا في الاول تاع الفيديو كيفاش الحليوه ديالنا جات. غادي نستمر هكا نفندها في البياض ديال البيض وفي هذا اللوز هذا. كاينه البنات حتى اللي بغا يفندها في السكر، مثلا كديريها في البيض وكتفنديها في السكر سنيده. لكم الاختيار، غير هو لا كنتو تفندوها بالسكر غتنقصوا شويه السكر في الخليط صافي. الشكل ديالهم هو هذا كما كتشوفوا الحجم. ومن بعد غادي نستمر تنكمل الكويرات كاملين والعجين كامل. بقى لي شويه لان باش غادي ندير لاطه الاخرى اللي قلت لكم فيها الكوك مفنده في الكوك والشوكولاط. ضروري كنديروا لها واحد الثقب الوسط، وملي غادي نتقبوها هكا ضروري ملي نطيبوها غير كتبدا تطيب كتبدا تنفخ وكيطلعوا دوك التقيبات ما كيبقاوش كيف ما هما. لهذا ما حدا كتكون باقا ما طيباش مزيان كنعاودوا نضغطوا على دوك التقيبات باش ملي كطيب كتبقى باينه لينا فين غادي نديروا الشوكولات ولا نديروا الكونفيتير. لهذا البنات ضروري تعاودوا تطلعوا عليها ملي تشوفوا هاد التقيبات بداو كيطلعوا كيتسدوا صافي. هذه نصيحه للمبتدئات. اكيد الاخوات اللي كيعرفوا يصايبوا الحلوى ومحترفات راه ما عندي ما نقول الصراحه. صافي هنا غادي ندوز باش نحضر معكم الشكل الاخر باش نوريكم الطريقه ديالو. عندي هنا الكوك وعندي الكاكاو المر. تنضيف 2 المعالق صغيورين. معايا راكم شفتوا معايا المعلقه غير صغيره ديال القهوه، يعني 2 المعالق صغيورين ديال الكاكاو المر باش ما يجينيش اللون يعني كحل بزاف. درت غير شويه يعني هانتوما كتشوفوا نخلطو مزيان مع دوك 2 المعالق وصافي. غادي نفند فيه الحليوه ديالنا. عرفتي ملي كطيب كتجي رائعه، الشكل ديالها غزال صراحه. لهذا تبعوا معايا، انا غادي نديرهم مره دايرين ومره على شكل هكا على شكل كوميرات صغيورين كما كتشوفوا. وغادي نفندهم في الكوك وفي الكاكاو المر. كيجيو ساهلين البنات هاد الحليوه، سهل منها ما كاين. غير معكيها وجلسي للارض وبديت تصايبيها، راه ساهله كتوجد دغيا وكطيب دغيا، يعني ما كتطولش. بالنسبه لكم اخواتي اللي باقا ما صايباتش الحليوه ديال العيد ديال شي مناسبه اللي يعجبكم البنات حضروها، راها كتكون ساهله. قيدوها عندكم او لا مره دخلوا عند قناه فاتيلونا باش تشوفوها. اكيد موجوده في مواقع التواصل، لكن هاد الطريقه اللي درت راها سهل منها ما كاينش وجات بنينه بالكوك اللي ضفت في العجين من الداخل. صافي غادي نستمر اخواتي باش ندير مره كنديرها دايره ومره كنديرها على شكل بحال شكل الكوميره صغيره وكتجينا زوينه. ملي دخلتها الفران راها جا الحجم هو هذاك الصراحه. هانتوما غادي نحاول نوريكم كما الطريقه اللي درت الاولى هنا باش كتجي زوينه. هنا ملي نضغط عليها باش ندير هذاك الثقب كيتبان داك اللون الاخر الابيض ديال العجينه، لهذا ملي كطيب كتجي شكلها زوين. وصافي هنا راه غادي نبدا نديرها غير بالراس تاع المعلقه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كنحاول نضغط عليها باش تبان محفره مزيان، وعاد غادي تزيد تحفر اكثر ملي غندخلها للفران. وما تنساوش اخواتي ملي تبدا تدخل الفران، هانتوما الشكل ديالها ملي كتدخل الفران وكتبدا طيب عارفوا راه غادي تبدا تهز شويه باش تسد هذاك ديك الثقب اللي درنا. ضروري تعاودوا تقبوها بالمعلقه ولا بهذاك ديال الجراره اللي عندي في يدي. صافي اخواتي ما تنساوش هاد النقطه هذه. غادي نضيف الحليوه في الفران 120 130 كاع. انا بعدا عندي الفران حتى على 130 درجه طيبتها جات هي هذيك. المهم ما تكونش الحراره مجهده البنات باش ما تسيحش معكم لان كاينه الزبده. ها نتوما الشكل الثاني كيجي غزال في الوجهه ديال كتجي زوينه في الوجه ديالها بحال الا درناها بالشكلاط كامله وهي غير الكوك
سميتو الكاكاو المر، كتجي رائعة. هادو غادي نعمرهم بالشوكولات، ولادي يبغيو الشوكولات. كاينه شي حاجة فيهم عمرتها بالكونفيتير تاع البرتقال او الليمون، وكاينه شي حاجة درت فيها غير الشوكولات هكا كما كتشوفوا، كتجي شكلها زوين. فوق هادشي راها اقتصادية، يعني الزبدة ومكوناتها راه غير قلال ما كترش. صافي غادي نستمر البنات حتى نكمل. الحليوه ديالي راه كتجي زوينه، شكلها رائع الصراحه، وسهله سهل منها ما كاين. حاولوا من الجناب البنات، ما كاينين شي وحيدات انا ما شفتهمش ملي ضغطت عليها كتفتح من الجناب، خصنا نعاودوا نزديوهم. لهذا واحد جوج حليوات ما شفتهمش وبقاو هكاك مفتوحات، ولكن ملي كنطيبوها على نار مهيله راه كطيب وكتبقى ما كتسيح ما حتى شي حاجه، هي كتفتح هكا بهذا الشكل، ولكن كتجينا زوينه بالحجم اللي بغينا حنا. هنا الكونفيتير اللي حضرت، الكونفيتير المغشوش، كنديرو باقي سائل لان الحلوه باقا سخونه وهو باقي سخون. لهذا البنات ما كاينش مشكل. بالنسبه لديك المعلقه اللي كنت درت في وسط العجين ديال الكونفيتير، هذاك راه كنت مصايباه من قبل، لهذا ما قدنيش. وبالتزيين صايبت واحد اخر وباقي شويه سائل. ملي غادي نصايبو هكا غادي نحطوه على جنب، صافي راه غادي تجمد عليها. لهذا البنات نتمنى تكون عجبتكم الحليوه ديالي كما كتشوفوا. ان شاء الله تكون حليوه ديالكم حتى نتوما تكونوا حضرتوها معايا، راه كتجي رائعه الحلوه باقا سخونه وهي شيشه. العاد الغد ليا البنات انا ما مونطيت الفيديو حتى الغد ليه، ولات الصراحه كتذوب في الفم، لذيذه. ما تشبعوش منها، حليوات رائعين وكتلوح مزيان. هذه الصراحه كتلوح واحد الكميه لا باس بها. انتما اخواتي راه كتقيسيها وكتذوب. نتمنى البنات حتى نتوما تجربوها. دعموا القناه بواحد لايك، ما فيها باس اختي الا شتي معايا ودرتي لايك، راه يعني فابور بدون ما غتخلصي عليه، وانتي غتستافدي معايا في هاد الوصفه هذه، وانا نستافد معاك حتى انا، ومشكوره مسبقا. الحليوه ديالي جاو رائعين. صراحه عجباتني. سهله واقتصاديه، وفوق هادشي ما غاديش توقفي بزاف عليها ولا تتعطل. ولا بالنسبه للصابلي راه كيبغي الوقت البنات، وهذه راه كتقدي بها وديري معاها واحد الكيك ان شاء الله. وها طبيله ديال العيد تكون واجده بسمنات بغريرات يعني. نتمنى تكونوا ان شاء الله غير بصحيحتكم وتوجدوا اللي حبت النفس ديالكم. شكرا لكم دائما اخواتي. ما فيها باس الا حطيتي ليا واحد التعليق، قولي لي منين كتشاهديني، شي دوله ولا في المغرب شي مدينه، نتعرفوا من خلال الفيديو. شكرا لكم اخواتي والى اللقاء.